بابا، ايه يا ابني؟ تعال بابا بس كده عشان عايز اسالك على حاجه لو سمحت معلش. ايه يا عمر خير؟ دلوقتي تعال اتفضل عشان بس. اتفضل ايه؟ اتفضل في الريسبشن. يعني موضوع كبير ولا ايه؟ ايوه ايه عامل ايه؟ كله زي الفل يا باشا، انت اخبارك ايه؟ عامل الحمد ايه؟ لله. يا رب دايما الحمد لله. بتصور؟ دلوقتي بنقرا ماشي. على النت بيقول لك البرمجه والمستقبل في البرمجه وتعلم البرمجه والكلمات من دي. فطبعا بما انك انت مهندس كمبيوتر يعني فحبينا نسالك ما هي البرمجه؟ ما هي البرمجة؟ مم. طيب حلو. مم. بص يا سيدي، مم. انا ممكن كده يعني انت عايز تعرف كلمة برمجة بصفة. بص انا ممكن اقول لك تعريف للبرمجة ما تنساهوش ابدا. مم. ماشي؟ ماشي. هي كلمة برمجة اساسا يعني ان انت تعرف تعمل برامج. حلو. حلو، يعني برمجة ان انا اعرف اعمل برنامج، هي واضحة حتى من اسمها اهي. حلو. طيب النهارده انت لو دخلت على جوجل ودورت قلت له ما هي البرمجه زي ما انت سالتني دلوقتي كده، مم. هيقول لك ان برمجه الحاسب الالي هي عباره عن عمليه كذا كذا. مم. فالنهارده كلمه البرمجه بقى بيتبادر للذهن انها برمجه الايه؟ الكمبيوتر او حلو. الحاسب الالي. لكن الحقيقه كلمه برنامج موجوده من زمان قوي، من قبل الكمبيوتر ما يظهر اساسا. مم. ماشي؟ وبعيدا عن الكمبيوتر خالص، انت ممكن تروح لدكتور تغذيه تطلب منه حاجه معينه، عاوز تخس مثلا، يقول لك ده انا هعمل لك برنامج تغذيه تمشي عليه هيخليك تخس اللي انت عاوزه. برنامج غذائي صح؟ برنامج غذائي. اه ممكن تروح لكابتن في الجيم، يا كابتن عاوز اعمل فورمه، اه انا هعمل لك برنامج تدريبي، انما ما حصلش. حقيقة صح. تمام. مم. برنامج في التلفزيون، مم. النهارده ميعادنا في السهره النهارده مع البرنامج مع المذيع فلان هيقدم لكم برنامج كذا كذا. يبقى كلمه برنامج دي كلمه بعيده خالص عن الكمبيوتر. مم. تمام. طيب وممكن حتى في حياتنا العاديه خلي بالك بنعمل برمجه واحنا مش حاسين. مم. هقول لك ازاي. انا في واحد صاحبي مره طلب مني اوصف له وصفه معينه، انا هبص للكاميرا ولا ابص لك يعني شوف ايه المناسب. لا الكاميرا ماشي. الكاميرا ماشي. واحد صاحبي مره قال لي اوصف لي مكان معين عاوز اروح في اكتوبر، انا المكان ده كنت عارفه كويس قوي يعني. تمام. فسالته سؤال، قلت له انت عندك عربيه؟ اه. قال لي لا بس ممكن ادبر عربيه. مم. قلت له خلاص لو معاك عربيه استخدم الجي بي اس واكتب انا عاوز اروح، او حدد له مكان الاسم الفلاني اللي انت عاوز تروحه وظبطه خلاص، مش محتاج انت حاجه اكتر من كده. مم. قال لي طب لو مفيش عربيه؟ قلت له انت قريب من محطه القطر؟ قال لي اه. قلت له خلاص روح اركب القطر بتاع الساعه 8، انزل محطه شبرا الخيمه، روح الموقف بتاع المؤسسه وخد العربيه اللي رايحه ايه؟ اكتوبر، اللي هي رايحه ليله القدر. ده المشوار هو كان قريب من ليله القدر في اكتوبر يعني. مم. حلو. قلت له لما توصل ليله القدر لو الجو كويس وعاوز تتمشى اتمشى لحد المكان، مم. لو الجو وحش وصعب خد توك توك من ليله القدر وقول له وديني المكان الفلاني هينزلك قدام الباب بالظبط. قال لي طيب ولو يعني ما لقيتش القطر او القطر اتاخر او كده؟ قلت له روح موقف الميكروباص، خد الميكروباص لحد شبرا وكمل نفس الوصفه اللي احنا قلناها قبل كده. ماشي. مم. ده برنامج. الوصفه اللي احنا قلناها دي عباره عن برنامج. طيب سواء بقى البرنامج غذائي او برنامج رياضي او برنامج تلفزيوني او البرنامج اللي انا وصفته لصاحبي ده عشان يروح المكان اللي هو عاوزه، دي كلها برامج بتتفق في تعريف واحد بس، اللي هي عباره عن مجموعه من الخطوات او مجموعه من التعليمات. انت مساهم كده ليه يا بقى؟ هو انت كلامي ممل؟ انت اللي سالتني. اساسك على البرمجه لقيت محطة القطر عشان ما تنساش. واحد ركب المترو ونزل مش عارف فين. طب يعني ما لو قلت لك البرمجه على طول ممكن تتلخبط، وبعدين انت في ناس بتتابعنا ما عندهاش. انا بص انا بادئ معاك من الارض خالص يا ابني. يا ابني اصبر ما تضحكش. انا خليك 90، ماشي. خليك هندسه اسكندريه وانا 90. مواليد 90. مواليد يا خبر.
لا انت مش استحاله، يعني انا خلفتك يوم ما اتخرجت. مواليد التسعينات اقصد يعني. التسعينات انا خريج 90، بقالي دلوقتي حوالي 35 سنه شغال من يوم ما اتخرجت لحد النهارده شغال في البرمجه. تمام. فبقول لك ان انا يعني قصه البرمجه تعرفها البسيط قوي ان هي مجموعه من الخطوات او التعليمات اللي انا لو نفذتها اقدر احقق هدف معين. ماشي، هي كلمه البرمجه. يلا خلاص كده خلصنا. لا استنى، عايزين نخش على السؤال اللي بعده. نخش بقى على برمجه الكمبيوتر. انت هتسالني على برمجه الكمبيوتر دلوقتي. نخش على برمجه الكمبيوتر. ليه البرمجه بتحتاج الكمبيوتر؟ يعني ليه مش على الموبايل كده احنا قاعدين نبرمج لنا شويه برامج؟ ما هو حاليا في برمجه للكمبيوتر وفي لا سؤالك ده بص معلش يعني عشان بس ما يحصلش لخبطه. انا لما اجي هعمل برامج سواء للكمبيوتر او للموبايل او اعملها حتى على الديسك توب بتاعي بتاع اللابتوب او الكمبيوتر او كده، يعني هي تعتبر ديسك توب يعني. او برامج للويب، دي كلها يفضل ان انا انفذها على اللابتوب او البي سي، لان انا عشان انفذها على الموبايل ممكن انفذها بس هتبقى صعبه، او الشاشه صغيره عشان اقعد اكتب اوامر واعمل، هتبقى الدنيا صعبه قوي. تمام. انما انت كان ممكن تسالني سؤال تقول لي طب انا ليه محتاج ابرمج الكمبيوتر؟ ليه محتاج يعني؟ طب ما انا فتحت الكمبيوتر ببص الاقي في ايكون بتاعت اكسل بفتح من خلالها الاكسل، في ايكون بتاعت الانترنت اكسبلورر بفتح الانترنت واشتغل واخلص واقفل الجهاز وكله تمام وخلصت شغلي 100 ارفع حاجاتي على اليوتيوب وبعمل كل الشغل بتاعي. طب انا محتاج اعمل برمجه للكمبيوتر ليه؟ ليه محتاج ان انا اكلم الكمبيوتر واقول له اعمل 1 2 3 زي ما احنا قلنا من شويه برنامج التغذيه افطر كذا واتغدى كذا واتعشى كذا، برنامج التدريبي او الجيم كل يوم تعمل 20 ضغط وتعمل بعدهم مش عارف 100 مش عارف ايه وهكذا. فانا البرامج الموجوده على الكمبيوتر حاليا لو فتحته هتلاقي برنامج الاكسل موجود صح، برنامج الانترنت اكسبلورر موجود. لكن نفرض ان انت دلوقتي عاوز تعمل حاجه خاصه بيك انت. بالظبط، يعني افتح الكمبيوتر استخدم جوجل كروم اجيب اليوتيوب اجيب مش عارف ايه بارك الله فيما رزق. بالظبط كده. انما افرض ان انت فتحت سوبر ماركت او فتحت مثلا محل سيمبا بتاع الملابس ده. حلو. عايز له برنامج. ايوه عاوز له برنامج مخصوص مصنوع لسيمبا. مصنوع شاطر، انت بدات تفهم اهو يا جدع. بدا مخك يشتغل معايا. مخصوص لسيمبا. ماشي طيب. فهنا بقى بنحتاج البرمجه. هنا بتحتاج البرمجه، هتحتاج بقى برنامج مختلف عن الاكسل وعن الانترنت. ايوه صح، لانه مش هيبيع لي ولا هيحط لي التيشيرت ولا هيعرف نوع التيشيرت ولا اسمه. ايوه. فانت ممكن تقول لي ايه، طب ما انا هروح اشتري البرنامج بتاع واحد صاحبي عنده ملابس برضه وعنده برنامج، هروح اشتريه من الشركه. صح. يبقى مش ممكن اشتري برنامج جاهز مش محتاج ابرمج له. مش محتاج ابرمج له. طيب الشركه اللي عملت البرنامج ده جابت مبرمج يعمله برضه. برمجته برضه، يعني كده لازم المبرمج. وخلي بالك برضه مع الاكسل في مش مبرمج واحد بقى عمله، الاكسل ده موجود من 85. ده بقى سلسله مبرمجين. سلسله مبرمجين عشرات ويمكن المئات من المبرمجين قعدوا يطوروا فيه، والانترنت اكسبلورر برضه في وراه واحد هو اللي عمل له البروجرامنج بتاعه. أيوة. لكن انت النهارده بتقول لي هو تعالى انا عاوز اعرف يعني ايه برمجه، الناس اللي عاوزه تتعلم برمجه وتشتغل في البرمجه، يعني انت عاوز تخلي الكمبيوتر يعمل حاجه مش موجوده، فانت لازم تكتب له برنامج تقول له فيه مجموعه الخطوات اللي هينفذها عشان يعمل لك الحاجه دي. تمام كده؟ ماشي. ده معنى البرمجه بمنتهى البساطه. تمام. كيف نجعل الكمبيوتر ينفذ مجموعه من الاوامر للوصول لهدف معين، الهدف ده ايه؟ ان انا يبقى عندي برنامج كاشير احطه على الباب والناس طالعه اروح ماسح الباركود اعرف الزبون ده هيدفع كام اخد منه الفلوس وبعدين اروح جاي دايس زرار يفتح لي الدرج وبعدين هكذا بقى. تمام. ماشي. طيب بسمع برضه انا كلمه يقول لك ايه، طب يعني ايه؟ دلوقتي اسمع ناس كتير مثلا على التيك توك ولا في اليوتيوب يقول لك لغات البرمجه. هل البرمجه دي بقى لغات بقى انجليزي وفرنساوي والماني وكده ولا ايه لغات البرمجه؟ حلو قوي. سؤال حلو جدا. من شويه لما اتكلمنا عن برنامج التغذيه اللي الدكتور كتبه لي او برنامج الرياضي اللي انا هعمله، البرنامج ده كان مكتوب باللغه العربيه. حلو. ماشي. في الفطار تناول كذا وكذا وفي الغداء كذا وكذا وهكذا. لكن لما انا اجي اكلم الكمبيوتر مش هيفهم الكلام اللي باللغه العربيه اللي احنا بنتكلمه ده. البرامج اللي اتكلمنا عليها مسبقا دي مكتوبه باللغه العربيه الفصحى. تمام. النهارده الكمبيوتر عشان انا اكلمه باللغه العربيه بتاعتنا الدارجه دي
وهو ياخدها وينفذها. يعني ما اقدرش اقول للكمبيوتر كده السلام عليكم. طبعا معلش النهارده برامج الذكاء الصناعي ممكن تعمل شوط، تقطع شوط كبير في الموضوع ده، بس انها لا تغني برضو عن ان انا ابقى فاهم برمجه الانسان. صح. عشان اقول للكمبيوتر السلام عليكم انا عاوز برنامج كاشير، عاوز كده راجل، عندي واحد موظف كاشير عايز اقعده على الباب، وبعدين لما يجي الزبون هيبقى معاه الحاجات عليها الباركود وهو يمسحها ويطبع له كذا ويقول له في الاخر. لو انا قعدت احكي الحكايه دي للكمبيوتر مش هيفهم مني حاجه. ايوه فاهم. تمام. فلازم اوصل التعليمات اللي انا عاوزها دي للكمبيوتر في صوره الكمبيوتر يفهمها. يعني اكلمه بلغه يفهمها. من هنا جت كلمه ايه؟ لغات البرمجه. ماشي. لحسن الحظ ان لغات البرمجه هي مختلفه كتير قوي عن كلمه اللغه الفرنساوي والايطالي والالماني والكلام ده. دي لغات تواصل بين البشر. لكن لغات البرمجه في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه في مصر ومجموعه الدول العربيه والكلام ده كله، كلها باللغه الانجليزيه. ماشي. لازم تكتب باللغه الانجليزيه. يعني اللغه دي هي لغات البرمجه مش لغات الانجليزي وفرنساوي والماني. بالظبط كده. مجموعه لغات البرمجه كل لغه منهم تمام بتختلف عن اللغه الثانيه في التركيب بتاعها. خلينا نقول كده ببساطه كده. تمام. لكن كلهم في النهايه بيتكتبوا بالحروف الانجليزي وبالكلمات الانجليزي. يعني دلوقتي انا عشان برضه ابقى انا اتجمعت دلوقتي، البرمجه هي ان انت بتعمل حاجه مثلا برنامج او لعبه او ابلكيشن او ايا كان بدماغك انت. برافو. انا عايز حاجه فببرمجها بصنعها. برافو عليك. بعمل لها بروجرام من على الكمبيوتر. بالظبط. طبعا في انواع معلش اسف في مقاطعتك. يعني انواع البرمجه بقى، في برمجه برامج، في ابلكيشنات، في تعمل العاب، في تعمل مش عارف ايه. كل تطبيق من دول له لغه تناسبه. تمام. طب احنا باذن الله يعني في الفتره الجايه باذن الناس تنتظر بقى فيديوهات تعليم برمجه واساسيات والكلام ده ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. انا بس عايز اقول حاجه بس، ان الناس برضو ما تتخضش ان البرمجه بالانجليزي. يروح يقول لك احنا جينا للحته الصعبه بقى، انا ما بعرفش انجليزي كويس. لا، احنا قلنا البرمجه عباره عن مجموعه تعليمات او اوامر. فاللغات البرمجه واخده من الانجليزي بس شويه اوامر محدده سهله خاصه بالسهله. كلمات كده معينه. انما بقى مش هتقول لي بقى انجليزي بقى هاو دو يو دو ان هو كلاس ار يو ان بتاعت الثالثه اعدادي. لا، كوماند مش عارف ايه مش حاجات ظريفه كده. حاجات كوماند بالظبط. مجموعه كوماند. برافو عليك، الكلمه دي حلوه. مجموعه كوماند انا بقولها للكمبيوتر وهو بينفذها، يقوم جاي ايه يطلع لي النتيجه اللي انا عاوزها. تمام. عايز ادوس على الزرار ده يعمل لي شكل معين فيعمله لي، او ادوس على الزرار ده يحسب حاجه او يجمع حاجه. برافو عليك. بس كده هي دي البرمجه باختصار يعني. تمام. المرات اللي جايه بقى ممكن نشوف لغه كده سهله نبدا بيها ونوري الناس انها ازاي تقدر تعمل بيها تطبيق صغير. تمام. وان شاء الله هنستنى كومنتاتكم ولايكاتكم على الفيديو. اي اسئله اكتبوها لنا تحت في الكومنتات وهنرد عليك، سواء في مجال البرمجه، في مجال الكمبيوتر، في مجال اي مجال عايزين تسالوا في اي حاجه. مش اي مجال يعني، مش هعرف علوم الفضاء مثلا. لا يعني اي حاجه نعرف نرد عليها يعني اقصد. طيب ان شاء الله اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، وانتظروا عم خالد في اقوى فيديوهات الفتره الجايه. سلام. السلام عليكم. سلام.